ما زال عالم الحيوان يخفي في طياته الكثير والكثير من الأسرار والعجائب والغرائب، حيث يعتبر من أكثر العوالم تميزاً وإثارة. وهناك بعض الحيوانات تعرف عنها بعض المعلومات، وهناك منها ما لم تسمع عنها من قبل. فهيا بنا ندخل هذا العالم. البطريق الإمبراطوري هو واحد من أكبر الأنواع من البطاريق في العالم. يعيش هذا البطريق في مناطق القطب الجنوبي، ويعتبر من الحيوانات المهددة بالانقراض. يعيش البطريق الإمبراطوري في مجموعات كبيرة تصل إلى الآلاف من الطيور، وهو يعتمد على الصيد في البحر الجليدي المحيط بالقطب الجنوبي. يتغذى على الأسماك والحيوانات البحرية الصغيرة، ويتميز بقدرته العالية على السباحة والغوص في المياه الباردة. رقم 6. هل تعلم أن ال هو حيوان نادر ومن الحيوانات المهددة بالانقراض؟ وعلى الرغم من غرابة شكله إلا أنه يقترب من رتبة الشمبانزي، وهذا الحيوان من فصيلة القردة وأحد أنواعها التي تعيش في مدغشقر. رقم 5. يتميز الكاسواريوس بحجمه الكبير. يتغذى الكاسواريوس على الفواكه والحشرات والصغار والبيض والزواحف وحتى الحيوانات الصغيرة مثل الفئران. ويملك قوة هائلة في رجليه ومنقاره، الذي يمكنه استخدامه في الدفاع عن نفسه عند الحاجة. يتميز الكاسواريوس بأنه طائر شديد الخطورة والعدوانية. رقم 4. آكل النمل العملاق. حيوان غريب مهدد بالانقراض. هذا هو أكبر وأشهر آكل نمل في العالم، لذلك يلقب بآكل النمل العملاق، ويدعى أيضاً دب النمل. يعيش آكل النمل العملاق في الغابات الاستوائية الرطبة والسهول العشبية في أمريكا الجنوبية والوسطى. رقم 3. حيوان المدرع. يعتبر الحيوان المدرع أحد أنواع الثدييات المدرعة التي تتميز بوجود دروع صلبة تغطي جسمها وتحميها من الأعداء. يعيش الحيوان المدرع في المناطق الحارة والمدارية في أمريكا الجنوبية والوسطى، ويتغذى على الحشرات والديدان والفواكه والجذور. ويتميز بوجود دروع صلبة تغطي جزءاً من جسمه، وتساعد في حمايته من هجمات الحيوانات الأخرى. رقم 2. يعد الخفاش الثعلب العملاق من الأنواع النادرة من الخفافيش التي تعيش في الفلبين. يعرف هذا النوع أيضاً باسم الخفاش الثعلب الذهبي بسبب لون ثراء جسمه الذهبي اللامع. يتميز الخفاش الثعلب العملاق بحجمه الكبير، حيث يعيش الخفاش الثعلب العملاق في المناطق الغابية والمستنقعات، ويتغذى على الفواكه والرحيق واللحوم. رقم 1. تعد تنانين كومودو من أكبر السحالي البرمائية في العالم. ويتمتع تنين كومودو بجسم كبير وذيل قوي وأطراف منحنية. وتعيش تنانين كومودو، وهي من الفصائل المعرضة للانقراض في الغابات المنخفضة والمراعي المفتوحة على الجزر البركانية في إندونيسيا. يشمل نظام تنين الكومودو الغذائي الحشرات والثعابين